تقول لي أن كابتن عبد الرحيم للتو خالص من البطولة وجاء لقطر دعما للمنتخب. تحدثنا عن البطولة اللي شارك فيها وأتى لدعم المنتخب في قطر. طبعا صحيح، كابتن عبد الرحيم هو لاعب نادي الوحدة جودو سابقا، والآن هو محترف في نادي العلا ما شاء الله، حاصل على ميداليات محلية، والآن هو شارك في بطولة المملكة وانتهت البطولة. الله وفقهم هو وزملائه. نادي العلا طبعا ممكن يكون النادي الأول على مستوى المملكة، أصر إلا إنه يجي يدعم المنتخب السعودي. طبعا عندنا مدارس وعندنا، لكن هو حب يدعم المنتخب السعودي، وأنا لاعب بطل يحقق إنجازات، يجتهد في التمارين، لابد أن ألبي هذا الطلب، وكلنا ندعم السعودية، وإن شاء الله فارغ الكاس بإذن الله يا رب. رب يرجع السعودية إلا معنا الكاس يا رب يا رب العالمين. كابتن عبد الرحيم، ما هو الشعور اللي أنت يعني شعورك وأنت تدعم وطننا عبر لعبة الجودو، والآن تدعم المنتخب السعودي في يعني مباراة نصف نهائي لا تقبل القسم على 2؟ شعور فخر إني أدعم المنتخب السعودي وفي خدمة المنتخب السعودي دائما، فلنا الفوز والنصر إن شاء الله ونجيب. الله يعطيك العافية إن شاء الله يا رب. وهنا جانب من الصور بحصوله على الميداليات، ممكن تحدثنا عن الميداليات؟ طبعا ما شاء الله الصور. هذه الميداليات 2 مملكة، وهذه بطولات مناطق. طبعا آخر ميدالية حققها البطولة الذهبية لبطولة المنطقة الشمالية، وقبلها الإنجازات هذه في نادي الوحدة، وإن شاء الله منها للأعلى يا رب العالمين. يا رب الله يوفقك إن شاء الله، ونشوفك أنت بطل، ونشوفك بطل على المستوى العربي.